أسعد الله مساكم جميعا. اليوم نبي نقول لكم قصة، والله قصة حديثة يعني ما هو قصتنا. هذا الواحد طال عمركم يقول تزوجت كعادة الرجل الشرقي، أنفخ بهالبيت وآمر وانهى ومن هالكلام. المرة لا شافتني قامت وقفت وقامت ترتعد وكل شيء مزين قبلي، ولا أمرت ركضت تمشي مليون أبد. طول العمر والسلامة. هذاك اليوم يقول انزل انا اول مرة للسوق، موديها تقبض يجي على قولتهم يقول احنا داخلين السوق، تخبروا السوق مسرين صغير وهاك الوليد يخش علي يمين حدني وخش وتعذر الرجال ما هي كبير، تقول مشواك صغير ما هو شيء. يقول انا شيء شفت قلت خلني على قولتهم صابتنا عزة بالاثنين، وانا قاعد ادقدق عليه بوالي وقف يلي فيك ما فيك ما يخطيك ما خليت كلمه شيء انا ما قلتها. يقول لا زال محترم يعني جالس اسب فيه ويقول يتعذر، يقول والله ما انتبهت وهلك معك وانا اسف ومن هالكلام. الرجل يتعذر وانا امد يدي قلت هذا ذال وانا امد يدي بصفقه ولا ماني احد علمي بنفسي هاك الوقت. ردت عليكم نزلت اشتريت لي تميرات روثانة، حد علمي هاك الساعة رفعني فوق وخبطني بالأرض ولا صحيت غير إلا هدومي متبللة رشاشين علي ماء وحاتي. صحيت وأنا أروح أخم نفسي وسيارتي ولا المرة متكية عادي أخذ وضعية نصر القصبي لما يتليق رنو البيت ولا أظن متغير. المرة اللي قبل تحترمني وتقدرني وما أدري وش وذله مني أعطتني خامس أبد. أحوم ضايق ذنبي ولا أفلف ولا أنا عند بيت أبوي ما أدري كيف نزلت. يوم جيت عند أبوي وأنا خرنوم والسبحة كلها والله ما فتح فم أبوي غير قال دلخ طالع مثل خوالك وجه الله. يوم طلعت عند أبوي ولا الهم همي فضحت نفسي ولا استفدت شيء وأنا أتزق معي وأنا أروح للبيت. كلمت المرأة على المجلس وحط راسي وأنام حتى ما فرشت لي كذا. يقول يوم أصبحت وأنا أطلع مع الباب عارف عمري ولا أبوي يدق علي قال وين أنت؟ قلت والله أحول. قال رحت البيت وأنا بجيك أجل يلا. وادخله ولا المرة ما ترد علي وانا اروح ازين القهوة. ابوي عارف وضعي قام جاء ابوي ويدخل علي. يوم جاء ابوي وقال وجه الله عليك تجيب المسدس اللي معك بالسيارة. الرجل جاني ابوه وعماني يتطلبوني فكهم شرك وجايين يتعذرون يقولون ولدهم يلعب جودو كرتين بس فكهم شرك لا تذبحه وهم يبون اللي تبيها بشربه. ما خلص كلامه الا قاعد تهايط والله قد اذبح انا اليوم اذبحها اليوم ولا بكره ما ابد غير اذبح لو ايش. والمره ترجع برمجتها 180 درجه وتقعد تطلبني تكفى لا تذبح ويسجنونك يقصونك ويترجع. ويقوم ابوي من عندنا قال قم معطني مسدس يلا ولا كلمه وهو انا اقوم ورا ابوي واتبع للسياره. ابوي يركب سيارته قال وانا اتبعه يا واضحك عليه يا يبا ما تبي مسدس؟ قال والله انك دلخ مثل خوالك ما منك فايده. انا قد اضحك. استفدتوا من القصه ولا تحقر الناس ابد. دائما ترى الرجال مثل البير على جوخ ما ينفعج عليه. اعجبتك القصه لا تنسى الاشتراك بالقناه واللايك. تابعني سناب.